اهلا وسهلا. كي دايرين؟ كي دايره احوالكم؟ غبرت عليكم اختي وغبرت بزاف هاد المره على القناه ديالنا اختي، القناه الخاصه بالطبخ بالشهيوات. ولكن والله العظيم غير الوقت وصافي، فراه ما سهلش انك تجيري جوج ديال القنوات وتحطي فيهم باستمرار، شي حاجه اللي صعيبه بزاف. ولكن كنحاول فين ما كنلقى هكا شي فرصه انني نحط لكم وصفه اللي تعجبكم وتستافدوا منها. وصفتنا اليوم هي السفه المدفونه بابسط الطرق، ولو تكوني اختي اول مره غادي تصاوبيها فصدقيني غادي تنجح معاك، غتجيك اختي الحبه مفرزه على اختها، ما غتعجن ما حتى حاجه، والمذاق رائع بزاف. ما نطولش عليكم مقدمه، ندوزو اختي مباشره نشارك معكم الوصفه ديالنا. وصافي الزوينات ديالي، المهم هنايا دزت ان شاء الله باش غنشارك معكم اختي الوصفه ديالنا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطبق ديال السفه المدفونه بطريقه بسيطه بزاف. ولو تكوني اختي مبتدئه جربي طريقه اختك سعاد ان شاء الله وغادي تنجح معك. فاول حاجه هنايا في الطنجره درت هكا طريفات ديال الدجاج، كل واحد بطبيعه الحال غادي يدير الكميه اللي غادي تكفاه. وغادي ندوز باش نوجد هكا البصله، انا درت 3 ديال الحبات ديال البصله. بالنسبه للبصله غادي نشلضها غير في الهاشوار، صافي البنات غادي نشلض ان شاء الله بحال اللي قلت لكم البصله ديالي ونرجع معكم. صافي هانتوما البنات البصيله ديالنا هي مشلوضه، بغيتو تقطعوها بيديكم راه ماشي مشكل، انا الهاشوار كتسهل عليا وصافي. هانتوما شتيو ماشي طحنوها بزاف حتى تطلق لينا الماء. دابا غادي ندوز ندير العطريه، غادي ندير هكا قياس ديال واحد المعلقه صغيره ديال السكينجبير. هنايا القرفه غادي ندير غير واحد هكا الراس المعلقه. نص معلقه ديال العطريه ديال الدجاج، معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، والبزار. دائما البزار ما نكثروش فيه بحال هاد الوصفات هادو اللي كتكون بالطيبه ديال الملوحه والحلاوه. الملحه كتبقى دائما على حساب الذوق. واحد العويد ديال القرفه، انا درت غير عويد صغيور حيت ما ناصباش كميه اللي هي كثيره. شويه ديال الزعفران الحر، ما نكثروش عاوتاني بزاف. الزعفران الحر البنات كيعطي لهاد الاطباق واحد التنسيمه اللي زوينه بزاف. ما عندكمش تقدروا ديروا غير الضويمه. شويه ديال السمن اللي حتى هو ضروري اختي في الوصفه ديالنا. وغادي ندير واحد شويه ديال الماء فاش غادي نشحر هاد المكونات هادي. غادي نرجع الطنجره ديالي فوق البوطه تشحر لي مزيان وداك الدجاج كيشرب العطريه ونكمل معاكم. من بعد ما تشحر لينا هكا الدجاج ديالنا مع ديك البصيله وكيشرب لينا هكا العطريه مزيان، بطبيعه الحال انا دائما بحال هاد الحويجات كنشحر غير بالماء. صافي دابا غادي نمرق بالماء سخون، ما نكثروش هكا في الماء بزاف، راكم عارفين يعني حنايا دايرين غير طريفات ديال الدجاج باش داغي كيطيب لنا الدجاج ديالنا وداغي كتشرب لنا ديك البصيله. زدت هكا واحد الربيطه ديال القزبور ومعدنوس. ودابا عاد غادي ندير الزيت، غادي ندير غير زيت نباتيه هكا الكميه الكافيه ديال الزيت صافي. وغادي نغطي الطنجره ديالي ونخلي الدجاج ديالنا يطيب على جنب. دابا غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نخدم معكم السفه باسهل طريقه تقدروا تحضروا بها السفه، ما كتعجن، ما غيوقع لكم فيها ان شاء الله حتى مشكل. انا بالنسبه ليا غادي ندير نص كيلو اختي ديال السفه، وكل واحد بطبيعه الحال غيدير الكميه اللي غتكفاه هو وافراد العائله ديالو. واول حاجه غادي نديروا للسفه هي الزيت، كندهنوها هكا واحد الدهنه بالزيت باش هكا كنظنوا ان السفه ديالنا ما كتعجنش لينا. ضروري هكا نحاولوا انها كلها تكون ملبسه، يعني كل حبه فيها يكون قايصها الزيت. السفه ديالنا كامله تلبسات هكا بالزيت.
دابا غادي ناخذ الكسكاس، وبطبيعه الحال البرمه راني درت فيها الماء باش كيغلي. الكسكاس كنت حاطه فوق البرمه طالعه منه سخون. صافي هانتوما غادي ندير السفه ديالي هكا باش غادي يطلع فيها ان شاء الله الفوره الاولى. بالنسبه لبنات التفويره الاولى ديال السفه كنديرها هكا فوق البرمه، كنخليها حتى كيطلع فيها الفار، يعني حتى كيطلع فيها الدخان. عاد كنحسب بالساعه، يعني انا غنعطيكم بالوقت بخصوص هكا البنات المبتدئات. غادي نغطي عليها بطبيعه الحال كنطيبها وهي مغطيه عليها. غادي نحسب من بعد ما غيطلع فيها الفار 20 دقيقه وعاد نرجعوا ليها ان شاء الله. هانتوما البنات كيبدا يطلع لينا هكا الفار على السفه ديالنا، وكنبداو نحسبوا بحال اللي قلت لكم 20 دقيقه. وهنايا هانتوما خديت واحد شويه ديال الزبيب ودرتو كيترطب في الماء، وغادي نخليه هكا على جنب. صافي البنات دابا غادي ندوز باش غادي نعاود ان شاء الله السفه ديالنا المره الثانيه. هنا عندي الماء بارد يعني ماشي سخون ما حتى حاجه، انا ما كنديرش السفه الماء سخون باش ما كتعجنش. هذه كتبقى اسهل طريقه بحال اللي تكون خصوصا البنات اللي كتعجن لهم السفه. هانتوما البنات دازت 20 دقيقه والسفه ديالنا كتفور، ومباشره بحال اللي شفتوا كنخويها هكا كنغسلها في هذا الماء بارد. هانتوما خصها تكون يعني مغطيه بالماء. انا غنزيد عليها هكا شويه باش كتبقى ليا مزيان هكا في الماء. شفتوها وتنحلها كندير بهذا الشكل هذا. يعني بحال اللي كنقولوا كنغسلوها. كاين اللي كيخوي عليها الماء طايب، ولكن الماء طايب كاين اللي كتنجح معاه وكاين اللي كتعجن له. داكشي باش انا حاولت نعطيكم الطريقه ديال الماء بارد. ندوز نجيب الكسكاس باش نصفيها. ما كنخليها لا في الماء يعني هكا مده ولا هذا، غير تنحاول هكا كنحلها مزيان في هذا الماء بهذا الشكل هذا. هانتوما وكندوز باش غنصفيها غير باش كنقطعها من هذا الماء هذا. دابا البنات ملي كنغسلوها بهذه الطريقه راه حتى داك الزيت اللي كنكونوا درنا لها المره الاولى راه كيتحيد منها. نخوي القصريه من هذا الماء ونرجع معاكم. خويت داك الماء اللي كان في القصريه وغنرجع لها الصفه. دابا راه باقا ما رجعتها لا تفور لا والو، غير صفيتها من داك الماء وغادي ندوز مباشره. المهم هنا اختي كنت كنهضر مع ولدي كان تيوريني شي تمارين ديالو. صافي وغادي ندوز غادي نزيد لها اختي هكا واحد الرشيشه ديال الملحه. حنا كنعرفوا واخا الصفه حلوه ضروري كنديروا لها ديك الرشيشه ديال الملحه باش كنقادوا لها الذوق. وكنزيد لها هكا واحد شويه ديال الزيت بحكم اننا ملي كنغسلوها راه كطيح منها ديك الزيت كامله باش ما كتعجنش لينا. صافي وكنعاودوا نخدموها هكا شويه باش كتعاود تلبس مزيان بديك الزويته وكتفرق عليها هكا المليحه. صافي غير غنخدمها مزيان وغادي نرجعها للكسكاس باش نفوروها عاوتاني المره الثانيه. صافي هانتوما رجعت السفه ديالي في الكسكاس بنفس الطريقه كنغطي عليها. يعني انا دائما كنطيب السفه وانا مغطيه عليها، يعني غنغطي الكسكاس نرجعو فوق البرمه وكنخليها دابا عاوتاني في هاد التفويره الثانيه حتى كيطلع فيها الفار وكنحسبوا 15 دقيقه. عاد غادي نرجع باش نكمل معكم ان شاء الله الخدمه ديالها. حطيت السفه ديالي تفور ورجعت معكم للطنجره. في هاد الوقيته هادي كان الدجاج ديالنا صافي طاب، مع انا مطيبه الدجاج هكا طريفات مقطعين يعني راه داغي كيدخل فيه الطياب. صافي غادي نحيدهم هكا من الطنجره باش نخليه هكا على جنب حتى كيبرد شويه. عاد تندوز هكا نحيد له العظيمات وكنفردو. ما تنساوش تحيدوا حتى ديك الربيطه ديال القزبور ومعدنوس وداك العويد ديال القرفه. وهنايا غادي نزيد هكا الطنجره ديالي لديك البصيله هكا شويه ديال السكر كيف ما تقدروا ديروا العسل. انا غادي ندير هكا قياس ديال واحد المعلقه كبيره عامره ديال السكر
تقدروا ديروا حتى ل2 معالق على حسب نتوما كيفاش كتبغيو الحلاوه. المهم ذوقوا الحلاوه. وزدت حتى واحد الساشي ديال السكر بالمذاق ديال الزهر، غير تحذف لي المقطع مني خويته في الطنجره باش كنسمو ديك البصيله وكتجي معسله هكا بداك السكر وداك المذاق ديال الساشي ديال الزهر، كيعطيها واحد اللذه اللي زوينه بزاف. مره نبقاو ندوزو للطنجره ديالنا نحركوها باش ما تلصقش لنا ديك البصيله مع الحلاوه حتى كتنشف. وان شاء الله داك الدجاج كنحيدوا له العظيمات ونفرتوه وعاد نرجعوه للطنجره. دابا السفه ديالي من بعد ما دازت 15 دقيقه وهي كتفور، غادي نقلبها عاوتاني في القصريه باش نعاود نخدمها المره الثالثه. صافي هانتوما هنا غادي تلاحظوا انني كنخدم السفه ديالي غير بالفرشيطه. الفرشيطه كتساعدنا اننا كنحلوا السفه بسهوله، ما كتحرقناش في يدينا وفي نفس الوقت ما كتعجنش. انا هنا كنت مزربه شويه الفيديو باش ما يجيناش طويل بزاف. كنبقى نرشها هكا بشويه ديال الماء، غير الماء بارد، وخلي بالكم اختي دايره في الغلاي راه غير الماء بارد. كنبقى نرشها بحال اللي كنخدموا الكسكسو. هنا راه كنوريكم ان السفه ديالنا ما ملصقه ما معجنه نهائيا. اختي غير جربوا هاد الطريقه، كتبقاو تشربوها هكا الماء شويه بشويه، غير شيشات هكا خفاف وانتم كتحلوا في السفه ديالكم. بطبيعه الحال في هذه المرحله هذه راه ماشي كنكثروا لها الماء بحال المرحله اللي درنا قبيله. هذه كنبقاو نرشوا حنا كنخدموا فيها بهذا الشكل هذا باش كتشرب لينا ديك الماء وفي نفس الوقت كتفرق لينا السفه الحبه على اختها. وها نتوما راه غتبان لكم ما شاء الله كيفاش مفرقه، وما حدكم نتوما كترشوها بديك المياه وكتخدموا فيها وهي كتبان لكم هكا كتنفخ اكثر. صافي دابا غادي نخليها هكا عاوتاني في القصريه باش تشرب داك الماء غير واحد 5 هكا ديال الدقائق. في هذه الفتره هذه اللي انا مخليه السفه حدايا كتشرب الماء، دزت هكا باش نحيد العظيمات الدجاج ونفرتو ان شاء الله. عاد نكمل معكم يعني باش نكون رابحه الوقت، يدي هنايا ويدي هنايا. صافي الدجاج ديالي ها هو اختي موجود، غادي نحيدو هكا على جنب. ودابا غادي ندوز باش غادي نرجع السفه ديالنا باش تعاود تفور. دابا هذه اختي التفويره الثالثه، يعني درنا الاولى اللي دهنا بالزيت والثانيه اللي غسلناها بالماء، هذه الثالثه اللي غير كنرشوها يعني كنشربوها بالماء وكنخليوها هكا تشرب لينا ديك الميها غير في القصريه. دابا غادي نرجعها عاوتاني للكسكاس وبنفس الطريقه نغطي عليها نرجعها فوق البوطه يطلع فيها الفار. وهاد المره غادي نحسبوا غير 10 دقائق، يعني مره على مره كنبقاو نقصوا في الوقت. صافي رجعت السفه ديالي بحال اللي شفتوا فوق البرمه، يعني رجعت الكسكاس فوق البرمه. دابا داك الدجاج اللي قديت انا وياكم اختي غادي نرجعو للطنجره. بطبيعه الحال هنا كانت البصيله ديالي نشفات من ديك الميها اللي كانت فيها، يعني ديك المريقه اللي كانت فيها، ورجعت لها هكا الدجاج باش كيشرب شويه ديك المريقه وكيجي حتى هو ما كيجيش ناشف. ها نتوما انا حاولت نقرب لكم باش يبان لكم اكثر، يعني كتكون ديك البصيله بقات فيها غير ديك المريقه خفيفه، وغادي نخليه يتشرب شويه ديك المريقه عاد نرجع معكم ان شاء الله. هنايا عندي اللوز اللي غادي نزين به، انا ما غاديش نفسخو، غادي نخليه بقشرته، غادي نرش عليه غير شويه ديال الزيت وغادي نديرو يتحمر في الاير فراير. الاير فراير كتحمر لي اختي اللوز بطريقه اللي هي زوينه، هذا كيبقى غير للتزيين وصافي. واخر اضافه كنضيف للطنجره ديالي بطبيعه الحال كنذوقوا الحلاوه الملوحه ديالنا، يعني كنقادوها على حسب الذوق. كنزيد اختي واحد الطريف ديال الزبده باش كيجيني داك الدجاج شارب داك المذاق ديال الزبده. البنات خصوصا الا درتو الزبده نوعيه مزيانه كيعطيها واحد اللذه اللي هي زوينه لهاد الدغميره مع هاد الدجاج هذا. وبحال اللي شفتوا راني ماشي تنخليه حتى كينشف كاع، راه كنخليه شويه معلك. صافي وغادي نطفي عليه. دابا رجعنا اختي للسفه ديالنا من بعد ما تفورات لينا الفوره الثالثه. انا البنات ملي كنكون خادماها بالماء بارد كنزيد لها الفوره الرابعه. كنتو خادمينها بالماء طايب اختي، يعني كديروا الطريقه ديال الماء طايب ديروا غير 3 تفويرات. دابا كناخذ داك اللوز اللي كنت رطبت في الماء كنديرو هكا هو الاول في الكسكاس، حيت في هاد التفويره هذه ما كنديرهاش تفور بزاف، ما كنفوتش لها 5 دقائق. داكشي علاش كندير الزبيب هو الاول يتفور، يعني كنديرو في الكسكاس وغادي نرجعو فوق البرمه باش كيبقى هو يتفور بيد ما انا كنخدم هكا السفه ديالي. بنفس الطريقه كنحل هكا السفه مع كتكون سخونه بزاف بفرشيطه. الفرشيطه البنات ما كتخليش السفه ديالكم تعجن، واخا سخونه كتخدموها بسهوله. ها نتوما اختي وراه ما شاء الله راه صافي راه داخل فيها الطياب. غير انا كنبغي نزيد لها ديك الفوره الرابعه باش اختي كنتاكدوا ان السفه ديالنا طايبه مزيان. عاوتاني غادي نرش لها هكا شويه د الماء غير شيشات خفاف باش كنشربها.
هانتوما. وانا اختي كنعاون بالفرشيطه اختي باش ما نحرقوا صباعنا بحال اللي كنت قلت لكم في واحد الفيديو، عرفتي شحال ضحكتوا باش ما يمشيوش لنا اختي البصامات صافي غادي نخدمها هكا مزيان، وبحال اللي شفتوا يعني ما كنكثرش لها الماء، غير شيشات خفافه هكا ديال الماء راه كيكونوا كافيين في هذه المرحله هذه. دابا غادي نزيد لها الزبده، غادي ندير لها هكا واحد الطرف ديال الزبده هكا قياس ديال واحد المعلقه تقريبا عامره اختي ديال الزبده، والزبده اللي تكون نوعيه مزيانه باش كتجينا اختي السفه ديالنا بنينه. وغادي نزيد لها السكر. انا البنات في السفه كندير اختي سكر سنيده ماشي سكر كلاصي، السكر كلاصي كنخليه غير للتزيين، السكر سنيده البنات كيعطيها مذاق احسن من السكر كلاصي. جربوا اختي طريقتي. المهم درت الكميه الكافيه د السكر، انا درت 2 معالق كبار عامرين، بطبيعه الحال اختي ذوقوا حلاوتكم على حساب كل واحد. صافي وكنبقى نخدمها مزيان باش كتشرب لي هاد الزبده، وحتى ديك السكر سنيده كتكون السفه ديالنا باقا سخونه باش كتذوب ليا على السفه ديالي مزيان. صافي غادي نخدمها هكا مزيان حتى ندوب عليها ديك الزبده. دابا راه ما غنزيدش لها الماء بحال اللي شفتوا، دابا راه درت لها غير واحد الرشيشه خفيفه. صافي ونخدمها مزيان ونرجع معاكم. وبحال اللي قلت لكم الوقيته اللي انا كنت كنخدم فيها السفه كان الزبيب كيتفور باش كيدخل لينا فيه الطياب. دابا غادي نخلي الزبيب هكا في القاع ديال الكسكاس وغادي نحط فوق منه السفه. بطبيعه الحال في هذه المرحله هذه بحال اللي قلت لكم ما كنفورهاش بزاف عاوتاني باش ما تعجنش. يعني دابا ملي غنديرها كطلع فيها الفوره، وكنحسب اختي غير واحد 5 دقائق وها السفه ديالنا واجده. ودائما كنطيبوها وحنا مغطيين عليها. وهنا اختي وصلنا للمرحله ان شاء الله ديال التقديم. بطبيعه الحال السفه ديالي بحال اللي قلت لكم خليتها دابا طلع فيها غير الفار، حسبت لها 5 دقائق صافي وغادي نحيدها. هنايا بغيت ندير هكا حطه بهذا السيركل هذا، بطبيعه الحال كتقدروا ديروا حطيطه عاديه، كيبقى داكشي غير اختيارات وصافي. وها نتوما اختي السفه ديالنا طابت اختي زبده بحال اللي كنقولوا يا سلام. انا غادي نوريكم ما شاء الله كيفاش كتجي الحبه مفروقه على اختها. واخا تكون اختي ما عمر صدقات لك السفه غادي تجربي الطريقه د اختك سعاد ان شاء الله وتصدق ليك. هنا غادي نحيد هكا شويه الزبيب، كنخلي غير شويه هكا للتزيين. اللوز راه من بعد ما تحمرته هو هكا راه طحنته غير في الهاشوار صافي. وكنحاول هكا نخلط شويه السفه ديالي باش يتخلط مع هذاك الزبيب، يتفرق في وسط هكا يتفرق في وسط منه، وفي نفس الوقت كنبردها واحد شويه. وما شاء الله عرفتوا البنات مفرقه والله العظيم جات يا سلام. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا الطريقه ديالي د السفه. والناس اللي متبعين اختي من شحال هادي راه كنسبق لي وشاركت معكم هاد الطريقه هادي، واليوم قلت علاش لا ما نعاودش نبارطاجيها معكم. ها نتوما هنا حاولت نقرب لكم التصوير كثر ونوريكم ما شاء الله السفه ديالنا كيفاش اختي مفرقه الحبه على اختها. شوفوا لي راه ما كتعجنش نهائيا وكتجي طايبه مزيان. غير جربوا اختي طريقتي. صافي دابا غادي ندوز اختي للمرحله ديال التقديم. بحال اللي قلت لكم انا غادي نديرها في هذا السيركل هذا، كنقسم السفه على جوج، كندير هكا الطبقه الاولى ديال السفه صافي، وكندير هكا في الوسط الطبقه ديال الدجاج اللي طيبنا اختي مجموعين انا وياكم انتم البنات كنحاول نوزع هكا الدجاج بشكل متساوي باش اللي كلا من شي جهه ياخذ هكا حقه اختي من الدجاج. وغادي نغطي بالطبقه الثانيه ديال السفه. وكان هذا اختي هو الطبق ديالنا اليوم، السفه مدفونه بالدجاج زينتها هكا باللوز اللي حمرته وهرمشته. تزيين الكلاسيك اختي السفه ضروري من السكر كلاصي والقرفه وشويه ديال الزبيب هكا اللي خليت كنحطو هكا في الوسط. اللي بغى ياكل الزبيب كثر كياخذ منه. ما نقول لكمش اختي ما شاء الله شحال جات لذيذه بزاف. كنتمنى ان شاء الله اختي الفيديو ديال اليوم تكونوا استفدتوا معايا منه وتجربوا هذا الطبق اللي فعلا كيجي غزال بزاف. هنا غنقول لكم بسلامه عليكم.